بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا وطلابنا، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي ميعادنا مع كلاس شيت نمبر 3 في منهج الداينامكس. تعالى كده نقول احنا عملنا ايه في الحصه دي. احنا خلصنا حاجه اسمها المومنتم، خدنا التشينج اوف مومنتم، وعرفنا كمان الفيرست لو بيتكلم عن ايه. تمام، فيلا بينا مع الاسئله نفتكر احنا كنا بنعمل ايه. اول سؤال معانا بيقول لي a body of constant mass، قلت له ستوب. constant mass، قلت له قال لي which of the following figures could represent the relation between the momentum h and its velocity v. جماعة احنا كنا متفقين مع بعض ان ال h equal m by v، صح يا مستر؟ اهو ال m constant، قلت له جميل، يبقى ال h بيتغير بتغير ال v، فال h ده باور 1 وال v دي باور 1، تبقى دي linear relation، عشان كده بنسميها linear momentum في حالة ان الماس ايه؟ كونستنت. يبقى ما ينفعش يكون جراف ولا ده ولا ده. طيب جماعة الموضوع بسيط جدا. هنا هسألك سؤال، هقول لك عند ال V بزيرو ال H هتبقى بكام؟ at البوينت اللي فيها ال V بزيرو هيطلع ال H بكام؟ بزيرو. يبقى لازم كده يعدي بالأورجين بوينت، يبقى ده الجراف الصحيح. طب الجراف ده غلط ليه؟ لأن عند ال V بزيرو بص ال H بكام؟ بفور. هل ده يرضيك؟ ما ينفعش طبعا، لأن طبقا للرول اسمه لينير مومنتم وبيعدي بالأورجين بوينت. خد بالك الكلام ده عند الكونستانت ايه؟ الكونستانت ماس. سؤال جميل، خش على اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي a body of mass 2 kg move in a straight line such that the acceleration of its motion is given by the relation function في التايم. الفانكشن اهي اللي هي الايه؟ فالايه يا جماعه عباره عن 5t plus 1 where a is measured in meter per second square unit and the time in second, then the magnitude of the change. لحظه بقى معلش، قول تاني كده. the magnitude of the change in the momentum of the body in the time interval from 3 7. طبعا انت لو جيت هنا وقلت لي مستر انا هجيب الفي عند ال 3 واجيب الفي عند ال 7، يبقى انت هتجيب الدلتا في from 3 to 7. قلت له صح. فلما نيجي نكتب الرول تاني، الدلتا اتش از ماجنتيود عباره عن H2 minus H1. قلت له صح. فممكن نقول MV2 minus MV1 عشان الام كونستنت. قال لي يا مستر طب ما تقول على طول M دلتا في. حلو جدا. فبدل ما نروح نقعد يا جماعه، طب ما نعمل انتجريشن. ما انت عارف وانا عارف ان الدلتا في هيبقى هو عباره عن انتجريشن الاكسلريشن دي تي فروم تي 1 لتي 2. ايوه. طب ما خلاص يا مستر، طب ما نقول ان الدلتا اتش هي عباره عن ام integration from T1 ل T2 بالكالكليتر اي دي تي. ايه ده، نعرف نعمل الكلام ده بالكالكليتر؟ طبعا. بص الام بكام؟ الام ب 2، الماس ب 2 كيلو جرام. الانتجريشن هو قال الانترفال من كام لكام يا معلم؟ من 3 to 7. ادي 3 وادي 7. هات الاي اللي هي كام؟ 5t بلس 1. هنا مين؟ دي تي. الكالكليتر يا جماعه فيها انتجريشن هتخلص الكلام ده كله في ثانيه واحده. طب مصر عايز احلها بما يرضي الله، اهو ادي 5 وتعمل انتجريشن لده. انتجريشن ما هتعود مره ب 3 مره ب 7. 5t هتبقى 5t سكويرد اوفر 2. زود الباور اقسم على الباور الجديد. ال1 هيبقى اسمه ايه؟ t. بعد كده نعوض ب 7 ونعوض بكام؟ ب 3. يبقى هنا في 5 ملتبلاي اهو، نعوض ب 7 يبقى 5 اوفر 2 7 سكويرد اهيت بلس 7 ماينس نعوض ب 3 يبقى 5 اوفر 2 باي 3 سكويرد. حلو. بلس 3. اقفل احسب يطلع الانسر زي ما طلع من الكالكوليتر. طلع من كام بقى من الكالكوليتر؟ ب 208. واليونت بتاعته طبعا هتبقى يونت كبيره، يعني كيلو جرام متر بير سكند. شكرا، خلصت. ماشي. طب ليه يا مستر عملت كده هنا؟ عشان هو مديني تايم انترفال ومديني الاكسلريشن فانكشن في التايم. فلما نعمل، انت عايز في، فالفي انت تحت عند الاكسلريشن. فاكر السافا اهو، ادي السافا اهو. حلو. فانت هنا عند الايه، فعايز ترجع للفي يبقى هترجع بالانتجريشن. فالانتجريشن بيطلع ايه يا جماعه؟ بيطلع يا اما دلتا في يا اما هاف دلتا في سكوارد. ماشي، خليك فاكر الكلام ده وعارفين الرول، الفرق ما بينهم في السيشن اللي فاتت. نروح بعد كده لسؤال تاني بيقول لي a body of mass M is released to fall vertically down. خد بالك لما يقول لي released سيبناه يقع free fall. قلت له حلو. فبيقول لي الدلتا H1 is the change of the momentum during the first second. في الفيرست سكند يا جماعة يعني ايه؟ يعني from t equal 0 to t equal 1. قلت له حلو. فالدلتا V اللي حصلت هنا اسمها 9.8.
ايه اللي حصل ده؟ معلش قول لي تاني كده. مش في اكسلريشن اسمها جرافيتي اكسلريشن؟ في خلال الثانيه الاولى هتزيد من 0 ل 9.8. حلو قوي. طب ماشي، تعالى. فدي هيديني دلتا اتش. قلت له ماشي. يبقى الدلتا اتش 1 عباره عن الماس بتاعت البادي ملتبلاي دلتا في، اللي هي كام يا جماعه؟ 9.8. يبقى 9.8 ام، ده الدلتا اتش 1. قلت له ماشي. والدلتا اتش 2 is the change of the momentum during the last second just before it hit the ground. قلت له طب بص، احنا اخر ثانيه احنا ما نعرفش هو كان على ارتفاع قد ايه، بس لو هي التي بدايتها مثلا تي 1 واخرها تي 2، ايوه بص بقى كده، فالفرق ما بينهم ثانيه برضو. ثانيه. فيبقى الدلتا في ب 9.8. لا مش فاهم يا مستر. هنا الفيلوسيتي يا جماعه بدات من 0 اشتغلت لحد 9.8. طب لو هي عند 50 مثلا، 50 هنفترض ان هي 50 عند التي 1، يبقى بقت 50 بلس 9.8، لان كل ثانيه بتتغير بنفس الريت الكونستنت. فيبقى التغير في الفيلوسيتي في الثانيه الاولى هو نفسه التغير في الفيلوسيتي في الثانيه الثانيه. قال خلاص، ما كده يبقى الدلتا اتش 2 برضه هيبقى اسمه ام دلتا في، والدلتا في ب 9.8 يبقى 9.8 مين؟ ام. حلو كده، دلتا في. فيبقى معنى كده ان الاتش دلتا اتش 2 ايكوال دلتا اتش ايه 1، لان التغير في الفيلوسيتي خلال الثانيه الاولى زي خلال الثانيه الثانيه زي خلال الثانيه الرابعه زي اي ثانيه. ماشي، ما تتنحش. طبعا في عيال بتختار بالحب كده فيقول لك ايه، it depend on the height of the body was released from. هيعتمد على الهايت، هو عشان بس معهوش الهايت. لا يا معلم، هو التغير ثابت. في الثانيه الاولى هيتغير 9.8، في الثانيه الثانيه هيتغير 9.8، في الثانيه الاخيره هيتغير 9.8. انا بتكلم على الفيلوسيتي. ماشي. question number 4 بيقول لي if a body moves such that its momentum is constant. المومنتم هو اللي constant. Then the mass of the body is constant but its speed is variable. ولا الماس هي اللي variable but السبيد constant. ولا الماس والبادي، الماس بتاعت البادي inversely proportional to its speed. ولا الماس بتاعت البادي direct proportional to its speed. قلت له بص، هو ال H equal مين يا جماعة؟ M باي V. فبص كده، لو الام فاريبل والفي فاريبل في احتمال ان الاتش تبقى كونستنت، ولكن لو الاتش دي كونستنت حلو والام او الفي واحده فيهم كونستنت واحده فاريبل، لازم الاتش تتغير، لازم الاتش تتغير. يبقى معنى كده ما ينفعش الحل الاول ولا الحل الثاني. ليه؟ لان لو حد بيتغير منهم الاثنين واحد ثابت، يبقى لازم الاتش تتغير بتغير الثاني. تمام. عشان كده لما كان عندي الام كونستنت والفي بتتغير، فالاتش اتغيرت طبقا لتغير الفي. وكذلك لو الام بتتغير والفي كونستنت، الاتش هتتغير طبقا لتغير الام. فالاثنين الاولين دول ما ينفعوش. طب تعال، لو الاتش والفي بيزيدوا مع بعض او بيقلوا مع بعض، الاتش هيفضل كونستنت؟ قلت له لا. يبقى الحل الوحيد ان الاتش والفي يبقوا ايه؟ انفرسلي بروبورشنال. واحد يزيد مثلا 2 فالتاني يقلهم فيفضل الرقم كونستنت. ماشي. طيب اقولها له ازاي؟ اقول له كده، اقول له مش الاتش كونستنت؟ يبقى معنى كده ان الاتش الكونستنت اوفر الام ايكوال الفي. فنقول له كده، مش ده كونستنت؟ قلت له كونستنت اوفر الام. حلو. ايكوال مين؟ الفي. يبقى 1 اوفر الام بروبورشنال مع الفي، يبقى معنى كده ان هم انفرسلي بروبورشنال. دي اللي تنفع. ماشي يا اكسلانس؟ قال لي ماشي. وطبعا انت فاهمها بس انا اثبتها لك ماثيماتيكلي. نروح بعد كده ل question number 5، وده من الاسئله الحلوه اللي انا بحبها. الراجل بيقول لك ايه؟ if momentum of pole A is twice the momentum of pole B. يعني ايه؟ يعني احنا لو قلنا ان ال H بتاع ال A 2 من ال H بتاع ال B. حلو كده؟ المومنتم of the pole A is twice المومنتم of the pole B and the mass of the pole A equal half the mass of the pole B. قلت له حلو. فالام بتاعت ال A عباره عن half الام بتاعت ال B. هو اللي قال كده. then the ratio between the speed of A to the speed of B. حلو. فتعالى نكتب بقى الموضوع. مش الريليشن بتقول ان H1 H عند ال A equal to H عند ال B؟ قلت له صح. فال H عند ال A 2 من ال H عند ال B. قلت له عظيم. فهنا HA اسمه ايه؟ اسمه MA VA. وادي 2 ال H بتاعت ال B MB VB. فالراجل قال لك ايه؟ قال لك ان الام ايه هاف الام بي. قلت له طب جميل، يبقى نشيل يا جماعه الام ايه. بص هنعوض، بس ادي كل الموضوع، هنعوض مكان الام ايه بهاف مين؟ الام بي. يبقى هاف الام بي في الفيلوسيتي بتاعت الايه
equal to الام بي في الفيلوسيتي بتاعت البي. بس خلصت. تقوم شايل الماس بتاعت البي مع الماس بتاعت البي. حلو. وتودي دي هناك، فيبقى انا عندي فيلوسيتي الاي، ودي الفيلوسيتي بتاعت البي بالديفايد اهي فيلوسيتي البي، وهنا في 2 طبعا وهنا في هاف. قلت له جميل، نعمل باي 2 في التو سايدز، يبقى الفي بتاعت الاي اوفر الفي بتاعت البي ايكوال، تعمل باي 2 هنا تبقى ب 4، تبقى 4 اوفر 1. يبقى معنى كده ان فيلوسيتي الاي تو فيلوسيتي البي، ايوه زي ما انت قلت كده 4 تو كام؟ 4 تو 1. بس موضوع ريش. وبعدين في ناس بقى بتقعد تقول لك ايه، ما هو ده زاد الضعف، ده قلل النص، ده مش عارف عمل ايه. لا ده مش عندنا هنا الكلام ده، هناك عند الناس الفارمرز بتوع الفيزيكس. المهم نيجي دلوقتي ليه question number 6. بيقول لك ايه؟ بيقول لك rubber ball of mass m is released from height h1 meter on a horizontal ground. It rebounds vertically up to height h2 meter برضو. If the momentum of the ball before the impact is twice the momentum after the impact, then h1 to h2. طب لحظة كده يا جماعة نشوف ايه اللي هيحصل. أنا دلوقتي عندي بادي هنا في نوت بتاعته بزيرو، سيبناه يقع، نزل كده خبط في الأرض. حلو كده، فده h1. قلت له جميل، اتش 1 الهايت 1 يعني الديستنس 1. حلو. فجه هنا وصل لحاجه اسمها في، احنا نسميها في جاست بيفور الكوليجن اللي احنا نسميها في 1. قلت له طب جميل، خبط ورجع تاني، يبقى هنا وهو نازل عشان الجي تبقى بوزيتيف، ولما رجع لهايت تاني اسمه اتش 2. قلت له جميل، فهنا بقى عندي اتش 2 وهو طالع كده. طبعا هنا الفي فاينل هتكون بزيرو، وهنا الفي انيشال اللي هي الفي 2. حلو. طب انت عايز ايه؟ قال لي انا عايز ريليشن بين الاتش 1 والاتش 2. امتى؟ لما مومنتم الكوره قبل الامباكت تبقى توايس بعد الامباكت. قلت له طيب لو قلنا ان اتش 1 ايكوال تو اتش 2، مش يبقى ام في 1 ايكوال تو ام في 2؟ قلت له حلو. فانا دلوقتي لما اشيل ال2 مع ال2 دي، ايوه سوري، اشيل الام مع الام، فيبقى عندي ان الفي 1 ايكوال تو في 2. طيب تعالى بقى هنا نشوف الكلام ده. لو الكلام ده حصل علاقة الاتش بيها ازاي؟ قال لي هقول لك على حاجة. هو ايه الرولز اللي بتحكم الفري فيرتيكال موشن؟ قلت له عندنا رول اسمه في ايكوال في نوت بلس جي تي، في سكوارد ايكوال في نوت سكوارد بلس 2 جي اس، او الاس ايكوال في نوت تي بلس هاف جي تي سكوارد. قال لي لا انا عايز الرول اللي ما فيهوش تي، without تي، فري اوف تي. قلت له خلاص، يبقى في 1 سكوارد ايكوال في نوت سكوارد بلس 2 جي اس اللي هي 2 جي اتش 1. حلو، ده بزيرو، يبقى ال V1 سكوارد عبارة عن 2G H1. طب عظيم. تعالى بعد كده، طب مستر ال H2، طب يلا يا جماعة نجيب ال H2. حلو، يبقى V نقول برضو كده إن ال V سكوارد equal ال V2 سكوارد minus 2G H2. انا فهمتك، انت عايز تقول ان ده باور 2 ده الفي فاينل وده الفي انيشال. ايوه ان ده مكان الفي انيشال. حلو، فده هيكون بزيرو، يبقى 0 ايكوال في 2 سكوارد ماينس 2 جي اتش 2. قلت له عظيم، نجيب النيجاتيف دي هنا، يبقى الفي 2 سكوارد ايكوال 2 جي اتش 2. طب حلو قوي يا مستر، مش هو الراجل بيقول ان الفي 1 ايكوال 2 في 2؟ قلت له حلو. فبص بقى هنا هتعمل ايه بقى يا مستر؟ قال لي هقول لك ان V1 سكويرد هتبقى هي 4 V2 سكويرد. طب ما انا كده خلصت. ليه؟ هشيل ال V1 سكويرد واحط مكانها 2GH1، يبقى 2GH1 equal 4، واشيل ال V2 سكويرد واحط مكانها 2GH2، يبقى 2GH2. طبعا انت فاهم وانا فاهم ان الجي هتروح مع مين؟ مع الجي، وال2 هتروح مع مين؟ مع ال2، يبقى ال H1 equal 4 H2. يبقى H1 ودي ال H2 بالديفايد، يبقى H2 equal 4. بس يا مستر خلص. فهمت حاجة يا معلم؟ قال لي يبقى انا كده جبت الريليشن دي شوية H، والفي 2 دي جبتها شوية H، فالفي هنا جاست بيفور. قلت له ودي جاست ايه؟ جاست افتر. قلت له صح، وتروح تشتغل وتجيب الريليشن. هنا ليه عملنا باي سكويرنج؟ يعني انا جيت على دي وعملت باي سكويرنج ليه؟ عشان تبقى الريليشن فيها V1 سكوارد وV2 سكوارد. ايه اللي بعده؟ هنيجي دلوقتي لكويشن نمبر 7. بيقول لي a parachutist land vertically down and the air resistance to his motion is proportional to the square of his velocity. قلت له يعني ايه الكلام ده؟ قال لي يعني R1 to R2
اللي هي resistance 1 للresistance 2 equal V1 squared to V2 squared. عرفتها منين؟ ما احنا قايلينها في الشرح يا جماعة، وقلنا لما يقول إن ال R proportional مع ال V squared تقوم كاتب الريليشن دي على طول عشان هو يديني حالتين. حلو، فقال لك إيه بقى؟ قال لك and V1 is his velocity when the air resistance is equivalent to 9/25 of his weight. يعني ايه بيقول لي الكلام ده؟ بيقول لك ان عند ال V1 يعني في الكيس الاولى كانت الريزيستنس اللي هي R1 9/25 من الويت بتاعه اللي هو ال W، وبيقول ان ال V2 is the landing maximum velocity. قلت له لما تبقى ال R2 equal الويت، ايوه بص بقى اللي هيحصل كده، يبقى معنى كده يا مستر، قال لي يبقى معنى كده ان هو عند الماكسيموم فيلوسيتي او يونيفورم موشن. فهمتك الحته دي. يعني انت بتقول لما هو يقول ان عندي ماكسيموم فيلوسيتي ده فيرست لو، فيبقى معنى كده الباراشوت لو هو الراجل نازل كده باراشوت دبليو، فهنا مين؟ الار، ده في حاله الماكسيموم فيلوسيتي او اليونيفورم موشن. حلو، فيبقى في الحالة الأولى R1 9/25 من ال W، في ال R2 equal الويت بس على طول. طيب عايز إيه؟ عايز relation between ال V2 وال V1. طب بصوا يا جماعة هنعمل إيه؟ هنحط الريليشن نعوض فيها، يلا نروح نعوض في الريليشن دي. يبقى R1 ب 9/25 W over W equal V1 squared over V2 squared. فطبعا ال W هتروح مع ال W فيديني V9/25 هو عبارة عن V1 squared to V2 squared. خد بالك من الترتيب، فناخد روت للليفت والرايت يطلع 3/5 equal V1 to V2. فهو عايز مين بقى؟ هو عايز V2 to V1 يبقى بكام لكام؟ 5 to 3 اللي هي آخر ريشيو موجودة، وحتى بص كاتبها بشكل سخيف ازاي؟ اصحى له بقى معلم. تمام، ده كده سؤال على الفيرست لو، نيوتن فيرست لو. ليه؟ عشان هو قال ماكسيمم فيلوسيتي او يقول يونيفورم موشن او يقول كونستانت فيلوسيتي، كل الكلام ده. نروح لسؤال تاني اللي هو question number 8 in the opposite figures. the value of F1 plus F2 in Newton which make the body move with uniform velocity. قلت له فيرست لو. طب في حالة الفيرست لو يا جماعة الاب ايكوال الداون والرايت ايكوال الليفت، والراجل ده هو ما قالش احنا ماشيين ازاي، هو بيقول لك ان هو مش في يونيفورم. يعني الريزلتنت على البادي، الريزلتنت السمشن بتاع الفورس لازم يكون بكام؟ بزيرو، وبالتالي هنقول ان الاب ايكوال الداون، فيبقى F1 ايكوال 50 بلس 30 يطلع الانسر ب 80. 80 ايه؟ نيوتن طبعا. حلو، طيب تعالى رايت ايكوال ليفت، يبقى هنا ال F2 بلس 90 equal 150. يبقى ال F2 يا جماعة عبارة عن 150 minus 90 يبقى هتبقى ب 60 نيوتن. قلت له حلو، يبقى F1 بلس ال F2 عبارة عن 80 بلس ال 60 تطلع الانسر ب 140 نيوتن. شكرا، سؤال عبيط وهبل وخدنا الفكرة بتاعته واتهرست، وكتاب المدرسة جايب عليها أسئلة كتيرة وجت في امتحانات قبل كده، مهروسة خلاص يا مستر. اللي بعده هنيجي لسؤال نمبر 9، بيقول لك a car of weight W. قلت له ماشي. move in a slope road يعني inclined plane أو inclined road with uniform speed. حلو قوي كلمة uniform speed دي يا مستر. قلت له ليه؟ قال عشان نطبق الفيرست لو. طيب while its engine is off. حلو قوي كمان، يعني مفيش اف، الدرايفنج فورس بتاعته بزيرو. يبقى الراجل ده مش تحت تأثير حاجتين اتنين يا جماعة، حاجة اسمها كومبوننت الويت، تمام، اللي هي الام جي ساين طبعا، لان الام جي كوساين هتبقى بيربنديكولار على البلين. قلت له فاكر انا الحركات دي. فيبقى هنا اهو ده كده ام جي ساين سيتا، وهنا ام جي كوساين. مش هكتبها خلاص، انا بتكلم على الموشن اللي الراجل ده بيتحركها. وبيقول لك ان الريزيستنس بتاع الرود اسمها ار، فاحنا قلنا لو العربيه دي طالعه لقدام ففي اف. قلت له جميل، بس هو قال لك الاف اتقفلت. قلت له جميل، فلو كده هي طالعه لفوق، ينفع تطلع لفوق بيونيفورم سبيد يا جماعه؟ لا طبعا. ليه؟ لان الام جي هتشدها لتحت والار هتشدها لتحت، فسرعتها هتقل غصب عنها. قلت له طب امال ايه الحل؟ قال لي الحل انها تبقى نازله كده براحتها بتدنجل يونيفورم موشن، فيبقى معنى كده ان الام جي ساين سيتا ايكوال الار. طب جماعه لما الام جي ساين السيتا ايكوال الار او الدبليو ساين سيتا ايكوال الار. حلو، طب ايه بقى القصه؟ هل
الار ايكوال الدبليو؟ لا طبعا. طب والساين ثيتا بكام؟ الساين ثيتا لو ب1 يبقى معنى كده ان انت ماشي على هوريزونتال، وهو ما قالش هوريزونتال يبقى ما ينفعش. طيب insufficient information؟ لا مش insufficient. حلو. ليه؟ لان انا هقدر احدد دلوقتي. فيجي واحد يقول لك ايه، هو مش الساين ثيتا ده رقم بيكون اقل من ال1؟ بتوين نيجاتيف 1 و1، وبما اننا شغالين في انجل اكيوت يعني بتوين الزيرو وال1. حلو. يعني هاف 2 اوفر 3 3 اوفر 2 في الحته دي. قلت له ماشي. يبقى معنى كده لما انت تقول لي ان الساين ثيتا less than 1 او greater than 0 less than 1، بص اللي هيحصل هنا يا معلم. فهتقول ان الار over الدبليو less than 1، فتعمل كروس كده فتطلع الار less than الدبليو. الار اقل منين؟ من الدبليو، لان هي عباره عن دبليو مضروب في رقم صغير، نص ربع، يعني نص دبليو، ربع دبليو، تلت دبليو. فيبقى معنى كده ان الار هتكون اقل من الدبليو اللي هي لتر سي. ماشي يا معلم؟ ماشي. question number 10، ودي من الأسئلة المشهورة جدا وبتيجي في الامتحانات كتير. بيقول إيه يا مستر؟ بيقول لك لو أنت عندك body moved with uniform velocity، قلت له first law. طب الفيرست لو بيقول summation الفورس equal 0 أو الريزلتنت فورس equal 0 فيكتور. قلت له طيب ما أنا معايا F1 و F2 و F3. حلو. وأنت عايز الأنونز. قلت له طيب نجيب F1 as a ordered pair بعد إذنك عشان ما تلخبطش، 2A و نيجاتيف 3. حلو. طب ال F2 بعد إذنك عشان ما تلخبطش عبارة عن 6 و B. حلو. طب ممكن F3 كمان عشان ما تلخبطش. قلت له عظيم، A و 5. طب ممكن حضرتك تجمعهم عشان نجيب الريزلتنت اللي هي سميشن الفورس. قلت له يلا بينا. 2A و A 3A يبقى 3A بلس 6. B قلت له ادي البي 5 ماينس 3 يعني بلس 2. هو الراجل بيقول ايه؟ بيقول لك ان الكلام ده بزيرو. قلت له يبقى 3A بلس ال 6 equal 0. يبقى 3A equal نيجاتيف 6، يبقى الاي بنيجاتيف 2. حلو. قلت له كمان والبي بلس ال 2 equal 0، يبقى البي equal نيجاتيف 2 يا مستر. مش مستاهله. هو عايز بقى الاي بلس البي نيجاتيف 4 يا باشا، نيجاتيف 4. خلصنا يا باشا، خلصنا. حلو. يبقى ملخص الكلام بتاع المسائل دي ان لما يقول يونيفورم موشن، يونيفورم سبيد، كونستانت فيلوسيتي، ماكسيمم فيلوسيتي، يبقى انت شغال بالفيرست لو. فسميشن الفورس على البادي ايكوال 0 او الاب ايكوال داون والرايت ايكوال ليفت، كانك انت في حاله ريست، لان هو الفيرست لو بيقول كده. وبكده نبقى خلصنا الكلاش شيت التالت في منهج الداينامكس. يلا بينا عشان نشوف الكلاش شيتس اللي بعدها. ربنا معاك ونشوفك في الكلاش شيت اللي جاي.